اي زول يقول لك الاخوان المسلمين ما عندهم علاقه بالجيش، ولا الجيش ما عنده علاقه بالاخوان المسلمين، وما في اخوان مسلمين في السودان حاليا، وريه الفيديو ده، خليه اعمل له تاج ولا خليه يشاهد الفيديو ده. انا اخو مسلم كنت شغال مع الاخوان المسلمين من 23. انا حذيفه موسى من 23 نهايه شهر 7 كم 20/7 لحد نهايه 2024. انا كنت شغال مع الاخوان المسلمين في كتيبه اسمها فرت من قسوره. فرت من قسوره دي كنت شغال معهم تحت الرقم 187 ده رقم تعريفي مبدئي، لانه بعدين بيضموك بعد تنتهي على حسب فهموا نعم وزعموا تنتهي الحرب دي، بيضموك لجهاز الامن والمخابرات، بيدوك رتبه اللي هو كانوا قاعدين يدوني نقيب، انه حيدوني نقيب او رائد حاجه بالشكل ده كده. وطلع كله كلام كذب، دخل انا ناس يمرق افتهم واعترف عليهم انه شغلتهم كذب وجهاد في سبيل الله، لا في جهاد في سبيل الله لا في كلام. تمام. شغلنا كان كيف؟ انا ما بعرف بضرب سلاح، او ما عندي شهاده بتاع ضرب سلاح، او ما اشتغلت معاهم ايام الجامعه. طبعا الاخوان المسلمين الطلبه في الجامعه بيعرفوا يضربوا سلاح كلهم، بيودوهم معسكرات بيدربوني هنا. انا ما بعرف اضرب سلاح، وخاشيت لهم عن طريق واسطه عن واحد قريبنا ملقبينه بالشيخ، اللي هو عميد صقر 3 نجوم في جهاز الامن والمخابرات الوطني تابع للاخوان المسلمين. تمام. هو اللي دخلني في النازل. كنت خارج السودان شغال سواق، وجابني والتي جاهد في سبيل الله والحنق بتاعهم ده. تمام. وجيت فعلا، ولكن ده لحد الوقت ده كنت مقتنع ان شغال جهاد في سبيل الله فعلا وكلام زي ده. تمام. في حيث انه لقيت زاد قريبنا ده اولاده في تركيا وبيقروا وبيدرسوا عايشين، وداري يزودنا نحن. الخلاني انا امرق واقول لهم شنو ما ادوني راتب الفتره دي كلها، لا ادوني راتب لا ادوني رتبه لا ادوني هناي. تاني تبعونا، قال لي تتبع للدفعه 89 جهاز امن المخابرات. قلت له سعادتك دي العساكر. قال لي لا هاي بنديك بعدين بعد نفرض سيطرتنا الكامله وبصوره واضحه على السودان ده، ونشيل البترينا، نشيل البترينا ده برا اللي هو البرهان. تمام. قايدنا كنا بناخد تعليمات من مكتب ابن عوف. ابن عوف بتجينا تعليماتنا نحن كفرط من قسوره من مكتب ابن عوف مباشره، وابن عوف بتجيو من كرتي، من علي كرتي. تمام. والقصه طويله، هي حاجه تعرفوها ان شاء الله في لايفات. خليكم متابعين، تابعوني بس لايفات فيديوهات حاشرح لكم القصه كلها. لكن دار الناس تعرف انه الاخوان المسلمين مسيطرين على الشغله دي مدورينهم. اما الكاهن وده دي كلها اعلام بتاع كيزان، وهنا فاهمين انه كاهن وبتاع وزول مكان وزول هنا هو قاعد بترينا ساي، زول ما عنده اي دور. ما تشوفوا كده الشغله دي مدوره من تحت يا اخوان.